حلمنا وعشمنا وزعلنا، ده عنوان الفيديو. انا من امبارح يا جدعان ان انا حاسس نفسي مصدوم، مش عارف اكلم حد بجد 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 بجد. يعني انا كأن انا في حلم وصحيت، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، انتوا فاهمين؟ انا مش عارف اتكلم مع حد ولا مش مستوعب ايه اللي بيحصل من امبارح. فما عرفتش اصور لكم فيديو حتى امبارح بسبب الخساره قدام الارجنتين وقدام ميسي. قدام ميسي مش قدام الارجنتين، احنا كنا عاملين ماتش جامد يا جماعه. انا عارف اللي زعلان عليه، اقسم بالله اللي زعلان عليه اللي احنا كنا عاملين ماتش جامد، اللي احنا ما نستاهلش ان احنا نتهزم ونطلع يعني بالشكل ده. صدمه بجد، صدمه صدمه صدمه. يعني اللي اتعمل في السنغال يتعمل فينا، اللي اتعمل في السنغال اتعمل فينا. 2-0 السنغال برضو قلبت عليهم 3-2. احنا نفس القصه، 2-0 الارجنتين 3-2. شمتنا في السنغال شمت فينا، فمش عارف انا ايه اللي عملناه بدنيتنا عشان يحصل. والله العظيم اقسم بالله يا جدعان هزيمة مش ثقيلة، هزيمة مش عارف، اقسم بالله مش عارف اقول ايه. انا متهيألي سبب الخسارة هنقول اللعيبة رجالة اولا. اللي انتوا قدمتوه ده احنا مشوفناش المنتخب ده من 2010، فانتوا توصلوا للحلم ده وتوصلوا للحاجة دي وكاس عالم مش افريقيا كمان، فده انجاز كبير كبير كبير. اول فوزين في التاريخ لينا في كاس العالم، جايبين اهداف كتير كاس العالم، ناس كتير هدفت، مدافعين ونص ملعب ومهاجمين. تشكروا يعني والله العظيم تشكروا انتوا اللي انتوا وصلتونا للحلم ده. احنا مش الله اعلم هنعيش في الكاس العالم الجاي ولا لا 2030، فانتوا ابطال. بس سبب الخساره يعني فنيا حسام حسن بالغ في الدفاع، بالغ في اخر 10 دقايق، بالغ في الدفاع. طب انت بلغت في الدفاع، اسحب حد من نص الملعب اللي تعبوا، ومروان عطية الناس دي، نزل حسام عبد المجيد زي ما انت عملت الماتش بتاع استراليا. امسك نص الملعب، دونجا مثلا اللي يلعب له اخر 10 دقايق يكسر في اي حد. انت ما عملتش كل ده، انت ما عملتش حاجه اصلا. حمزة عبد الكريم يضغط من قدام، يعني ما اعرفش الصراحه كان تفكيرك فين، او انت خلاص ضمنت الماتش بتاع بعد الهدف الثاني قلت خلاص ندافع ما اعرفش. انا ما اعرفش الصراحه. ابراهيم عادل يسحب لك المنتخب قدام مثلا، ما اعرفش تفكير حسام حسن كان في ايه. بس كل اللي انا عايز اقوله، انت يا حسام حسن وصلتنا لمكان احنا ما كناش نحلم بيها. يعني الواحد كان بيتمنى بس فوز في المجموعات يصعد، وفاهم اللي هو ان عدينا 32 او ما عديناهوش، اللي هو ايه يعني عديناه ماشي، ما عديناهوش ماشي، كنا احنا برضو عادي فرحانين اللي احنا عدينا اصلا من المجموعات. فان انت تعدي من 32 وتروح تلعب الارجنتين وتعمل ملحمه قدامهم تخلي ميسي وشه بقى طماطم، فدي حاجه اقسم بالله انجاز. شكرا للعيبه، شكرا للاداريين، شكرا لعمال النظافه، شكرا لاي حد ساهم في فرحتنا، في 120 مليون مصري او اكتر كمان. شكرا، تحية 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 كبيرة 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 كبيرة. انا لو قعدت اتكلم من هنا لبكرة مش هوفلكم اللي انتوا عملتوه. يعني نشوف وشكم على خير، ونشوفكم في ان شاء الله بطولات جديدة، افريقيا تسعدونا، كاس عالم 30 ان شاء الله نروح ونبقى زي المغرب كده بتواصل المحطات بتاعتها وواصلة الدور الثمانية وممكن توصل الدور الاربعة. فاحنا مش عايزين نوقف في النقطة دي، لا عايزين نعدي بقى لدور 16 بإذن الله الأيام الجاية أو الفترة الجاية إن شاء الله. منتخب كبير، هتخلوا الأجيال اللي جاية تلعب في النادي بتاعها بتموت نفسيها، عشان شافت اللعيبة الرجالة دي عملت إيه في كأس العالم. فالكل اللاعب هيطلع لا أنا عايز أعمل زي مرموش، عايز أعمل زي صلاح، عايز أعمل زي مهند لاشين، عايز أعمل زي رامي ربيعة، أعمل زي، أقسم بالله رجالة. تحية 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 كبيرة. سلام عليكم.